السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وتسليما إلى يوم الدين. حبايبي، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم في ستر ونعمة ورضا من الرحمن سبحانه وتعالى. إن شاء الله النهاردة كده معانا فيديو حلو كده، فيديو للكحك، كحك بتاع جدتي بتاع أمي، الطريقة اللي ما بتتغيرش لو مرت السنين. هي ايه الطريقة بتاعتنا؟ هنشوفها دلوقتي وهنعرف احنا عملنا الكحك بتاعنا الحلو الجميل ده ازاي. مش ناعم جدا ومش خشن، وسط يعني، علشان انا كنت بعمله ناعم كان دايما بيتبهدل كده وايه ويبوظ مني يعني لما بشيله. فاحنا بقى النهارده عاملينه وسط، لا هو ناعم قوي ولا هو خشن. تمام، زي ما انتوا شفتوا كده. في الاول جبت المكسرات، عايزه تعمليه بمكسرات ماشي، عايزه تعمليه بملبن وسمسم ماشي، تمام، عايزه تعمليه بملبن بس حسب ايه امكانياتك. انا جبت بندق كده وايه وحمصته في شويه سمنه بلدي، علشان انا عامله الكحك بتاعي ان شاء الله بالسمنه البلدي. وجبت كمان سمسم ابيض وحمصته وحطيت ايه، يعني بدل ما احط سمنه على الملبن، لا احنا معانا المكسرات بتاعتنا غرقانه في السمنه، وعجنت كده الايه المكسرات بتاعتي في الملبن. ويا ريت تجيبي نوع ملبن يكون كويس، مش من الملبن اللي بيلزق ويبهدل الدنيا. الملبن بتاعنا ده حلو، تمام. زي ما انتوا شفتوا كده، بعجن الملبن في السمسم في المكسرات. في الوقت ده انا كنت بسيح السمنه على النار. حته السمنه بقى ديت اللي هي لما سيحتها، معلش اللقطه دي ما جاتش. طب قد ايه معانا؟ قد ايه معايا؟ 2 كيلو ونص دقيق، عليهم بقى خميره فوريه، وعليهم رشه سكر وذره ملح بسيطه جدا، ومعايا كمان كيس بيكنج باودر، تمام، ورشه من السمسم، حوالي كوبايه صغيره كمان من السمسم المتحمص. انا محمصتوش، جايباه متحمص جاهز. وهقلب كل المكونات دي كده في الدقيق بتاعنا. في الوقت ده انا بعمل السمنه قد ايه؟ السمنه معلش اللقطه دي ما جاتش. السمنه كانت حوالي، يعني هو كيلو وربع، مش حوالي، يعني هو كيلو وربع سمنه على 2 كيلو ونص دقيق. يعني الكيلو عليه نص كيلو سمنه، والنص كيلو عليه ربع كيلو سمنه. 2 كيلو ونص عليهم كيلو وربع. يا رب ما تتلخبطوش معايا. التبسيس بتاعه، عايزه كحكك يطلع ناعم وجميل جدا. التبسيس بتاعه بسسي، كل ما تبسسي كل ما يزيدوا حلاوه، وكل ما يزيدوا جمال، وكل ما يزيدوا ايه ان هو يبقى مظبوط. يعني بسسي في الكحك بتاعك، لو قعدت ربع ساعه بسسي فيه زي ما انت شايفه كده. بحطه على كف ايدي كده وبايه، وبفرك الايه السمنه في الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. انا مطلعاه وسط، يعني مش مطلعاه ناعم جدا، لان هو لما كنت بطلعه ناعم جدا ما كانش بيستحمل معايا، وكان لو مسكت الكحكايه بتتفرفت مني. فانا طلعته وسط بس جميل جدا، وناعم برضو، مش خشن، ناعم النعميه اللي هي المقبوله، تمام، زي ما انتوا شايفين كده. اول ما تبسسي كده وتحسي ان خلاص السمنه بتاعتك دخلت في الدقيق كده، ما شاء الله بقى الدقيق معانا ايه حلو. طيب ايه اللي انت بتحطيه ده؟ ميه. الكيلو عليه كوبايه ميه 200 ملي، كوبايه ميه 200 ملي. طب ال2 كيلو ونص دول هياخدوا معايا قد ايه؟ هياخدوا حوالي كوبايتين ونص من الميه. الميه بتاعتك تكون دافيه، ما تحطيش ميه بارده. ليه الميه دافيه؟ علشان انت السمنه معاكي انت مسيحاها. انا السمنه بتاعتي كانت سمنه بلدي، طبعا كنت انا اللي مسيحاها في البيت، كنت جايبه زبده ومسيحاها، فما قدحتهاش، يعني دوبك فكتها، دفتها كده، يعني فكت كلها من بعضيها، بقت شبه الزيت كده، تمام. ده التعريف بتاعها يعني. هحط ميه لغايه ما واجرب كده العجينه زي ما انتوا شايفين. لقيت العجينه وانا ببرمها ما بتشققش وحلوه، خلاص ما احطش ميه. لقيتها لسه بتشقق معايا وبتفرول، لا هحط ميه. حطيت ميه كوبايتين ونص، يبقى ال2 كيلو ونص عليهم كيلو وربع من السمنه، عليهم كوبايتين ونص من الميه، تمام. ادي كده قرصنا العجينه بتاعتنا. شايفين التشكيله بتاعته جميله ازاي؟ مش مشققه ولا حاجه، بالمنقاش ماشي. نبولتي كانت بتنقش، واحنا كنا بننقش شويه، وحابه نعمل بالختامه بتاعه الكحك. والنهارده كنت عامله الكحك انا وحبايبي، حبايب قلبي، عروسه ابني ومامتها وبنتي. بصراحه كانت لمه جميله جدا، ربنا ما يحرمني منكم يا رب. كان اللي بيعمل الملبن زي ما انتوا شايفين كده، دنيتي كانت بتبلبع الملبن، تمام. ديت حمات ابني،
ست طيبة جدا، حبوبة، اختي بصراحة يعني، لقيت لي اخت. انا ما عنديش اخوات بنات بس لقيت لي اخت. ربنا يبارك في عمرك يا حبيبتي يا رب، ويبارك لي فيكي، ونعمل الكحك كده دايما مع بعض، وقبل ما نعمل كحك نبال ونعمل كحك دنيا يا عروسة ابني وبنتي يا رب. زي ما انتوا شايفين كده اللمة حلوة جدا في الكحك. الله لما تكون لمة حلوة كده وقاعدين كده بحب وود ترقص، يعني الحاجة بتطلع جميلة. شايفين الكحك، شايفين رصته، الله على جماله. انا كنت عاملاه عندها في شقتها تحت، طلعت بقى عشان اسويه. سويتيه امتى؟ سويته بعد السحور، يعني احنا عملناه بالليل بعد الفطار، اتسحرنا وايه وسويناه. زي ما انتوا شايفين كده هو في الفرن معايا. بلف كده الصينيه، بجيبها ايه، بلفها يعني ايه علشان ما تبقاش السوا بتاعها، السوا بتاع الكحكايه مش مظبوط. لف الصينيه والنار بتاعتك تبقى متوسطه، لا هاديه جدا يتمص ولا تبقى عاليه يتحرق منك ويبوظ ويبقى ايه مش طيب، يعني نايم الكحكه نيه مش مستويه. زي ما انتوا شايفين كده الكحك بتاعنا، يا كحك العيد يا بسكويت ما شاء الله. يا ريت كده ما تنسونيش باللايك، ما تنسونيش كده بكومنت حلو. والكحك بتاعنا هو جبناه كده ورشينا عليه السكر. الله على كحك العيد وعلى جماله. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. يا ريت اللي يشوف الفيديو الرأي ايه، وما تنسونيش كده بالايه، ما تنسونيش يا جماعه كده، حسسوني كده بالتفاعل. شايفين الكحكايه ما شاء الله جميله ازاي، مفرغه من جوه، مش مكتومه ولا ملكومه. وشايفين الحشو، الملبن بتاعنا مش ناشف. اوعي